ايه يا ياسمين، ازيك؟ عامله ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ مفيش، انا كنت جاي اشوفكم. خدت البيت ازاي اصلا؟ ايه ده، هو عمرو مش قايل لك هو مديني نسخه من المفتاح عشان يا وانتم مسافرين ولا حاجه؟ لا ما قاليش، وبعدين عمرو مش هنا، المفروض ما تدخلش اصلا. ما انا ما كنتش عارف ان عمرو مش هنا، انا كنت بحسبه هنا فكنت جاي اشوفكم يعني واطمن عليكم. المهم ان انت جيت عشان انا عاوزك في موضوع. اتفضل قول. انا بحبك يا ياسمين. انا بحبك زي اخويا والله. ده انت فهمت غلط يا ياسمين، انا بحبك بجد وكنت عاوز اتجوزك انت اتجننت وعاوزك ولا ايه؟ تطلقي من عمرو، لان على فكره عمرو مش بيحبك. انت خايف؟ انت بتقول انت عبيط؟ اسمعي الكلام، عمرو بيخونك ومصاحب عليكي كذا واحده. بقول لك ايه، انا جايه من الشغل على اخري، فاقسم بالله انا لولا احترم بس غياب اخوك وان انت في بيتي كنت هزقتك، فاطلع بره احسن ما الم عليك الناس. طب لا بقى، طالما في بيت اخويا انا قاعد بقى ومش ماشي. انت هتخيب يا ابني، انا مرات اخوك، انت ازاي تفكر في كده اصلا؟ أعمل حتى إيه؟ لو بيخوني يا ما ياسمين ينفعش تقول كده، انت جننت. اعمل ايه؟ من ساعه ما شفتك وانا هتجنن عليكي، وقسما بالله انت خساره في عمرو. طب ايه رايك تطلقي وانا مستعد اتجوزك تاني يوم يا ست؟ اقسم بالله انت شخص زباله وما هشوف زيك في الدنيا. انا بقى بقول لك اطلع بره. وانا مش طالع بقى، هستنى اخويا. طب ما تطلعش غرفه داي، انا بقى اللي همشي لك من البيت، وانا بقى لما يجي لك اخوك. تمام؟ بقول لك يا عمرو، مراتك طلعت محترمه، فانت كده اطلع صالحها، يا اما تستناها يا حد اما هي تجيلك. خلاص انا هستناها جوه احسن. ماشي. هو انت جيت امتى؟ لسه جاي يا حبيبتي، اقعدي. انت شفت اللي حصل؟ شفت. يعني شفت، مش هو قال لك اكيد؟ لا، امال ليه بقى؟ ده اختبار، كنت بختبرك كده وانت بصراحة طلعت قد الاختبار. ايه الهبل واللي انت بتقوله ده؟ في ايه يا ياسمين؟ هو في حد عادي يعمل كده؟ ده اختبار بختبره من مراتي وانت نجحتي فيه. بتختبرني ان انا بخوني؟ يعني بخونك مع اخوك؟ مش كده يعني، انا واثق فيكي، بس هي كانت اخص اخويا خطيبته خرجت مع صاحبه، فانا عايز اثبت. انا مالي بكل ده اللي انت بتقوله ده؟ انا مالي؟ انت لو واثق مش هتعمل كده. يا حبيبتي انا واثق فيكي، انا عايز اثبت له ان كل البنات مش زي بعض. بقول لك ايه، انا هجيب بابا وحلها مع بابا احسن. ماما انت كبرت الموضوع. بس بقى بلا كبرت بلا زفت. الو. ايه يا بابا؟ انت قدام شقتي. طب تعالى عايزاك بقى. مدبرينها بقى. سلام. يا بنت اقسم بديني ده اختبار، انا بهزر معاك يا ياسمين. مفيش حد عايز في الدنيا يعمل كده. راح افتح لبابا وجاي. قول. خير يا ياسمين. اقعد يا خير يا عم. خير يا عم هاني. اقعد يا ياسمين، اقعد يا روح. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. جبت لك اختك روح هنشوف في ايه بالظبط. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. بس عايزك تفهمني للاخر، فانا هقول لك يا عم هاني. انا عملت كده ليه؟ صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا جبت اخويا استنى في الشقه، واما مراتي جت رخم عليها وغلس عليها بطريقه مش كويسه، ومراتي اديت له على وشه ومشيت. دي حاجه اكيده. يا عم انا عارف انا مراتي على ايه. اختي برضو بكل ده. يا حبيبتي انا عارف اختك على ايه. يا جماعه صلوا على النبي بس عليه كده. الصلاه والسلام. اخويا خاطب وانت عارف، تمام، وخطيبتي مشيت مع صاحبي. وانا مالي بقى؟ المفروض ان انا هخون برضو يا ما هخون اخوك؟ اصبري يا ياسمين، حكي الحكايه بتاعتك يا عم. يا عم هنا احكي لك. اخويا شايف ان بنات الدنيا كلها زي بعض، فانا قلت له يا ابني انا ضفر مراتي ببنات الدنيا كلها، بص مراتي هتعمل ايه في ظهري، وعايز اعرفه ان بنات الناس مش كلها زي بعض، في بنات محترمه وبنات مش محترمه. وريته البنات المحترمه، البنات اللي طلعت هنا محترمه، البنات المتربيه زي ياسمين. تقوم تعمل اختبار في مراتك؟ انا عارف مراتي على ايه. طب معلش برضو احنا عملنا باخوك المعقد دوت. يا روح صلى على النبي. نفسيته تعبت، هو شاف موقف وحش من اعز صاحب ليه ومن حب عمره. يا ابني احنا مالنا يا ابني. بابا استنى، وانت بقى زي العبيط تسمع كلام اخوك. يا ماما انا قايل له اختك كده. موقف وحش. يا جماعه انا بحب اختك واقسم بالله وعارف اختك محترمه وما في زيها، بس اهو بعرف اخويا ان ما فيش بيت. ولا انت كلامك مش عاجبني. انت يا بنت اللي انت عايزاه ايه؟ عايزاه يطلق. يا سميت الله كده صلى على النبي. يا عم هاني مش هينفع نكبر المواضيع دي وتوصل وانا ما للطلاق. سألتش منك كل ده. يا حبيبتي ما تركيش حاجه، والله العظيم ده كان اختبار وانا عارف انك محترمه. كل اللي انت عملته ده ما عملتش حاجه. يا عم هاني مش هينفع حوار الطلاق والكلام ده، في عيل جاي في الطريق، مش هينفع نكبر المواضيع. بص يا ابني صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. لو اختك حصل معاها الموقف ده وجت اشتكت لك، انا هزعل إيه؟ حقك، انا هزعل، انا اقول لها بس مش إيه؟ هينفع توصل للطلاق. طب بقول لك ايه يا بابا، هما بقالهم متجوزين 3 سنين وكل عارف ان هما بيحبوا بعض. خلاص يا بابا، عمرو غلط برضه يا ياسمين، انت لو غلطتي عمرو هيعديها لك.
يا جدعان بقى عدوا النفوس. اديني البت دي اللي في العيله. حقك عليا يا ياسمين، ما لا بص يا تزعلش. بنتي، ده بيتك يا بنتي وانت حره فيه. يا ست انا اسف، حقك عليا، اقسم بالله ما تتكرر تاني. انا عارف ان شبشبك بالدنيا كلها يا بت. خلاص يا ياسمين. هطلق اطلق يعني؟ لا ما تطلقش. ماشي. يلا يا بابا قوم نمشي. لا تمشوا خلاص حبيبة فين؟ بابا. خليكوا قاعدين. خلاص يا بابا. مرضيه؟ وانا والله العظيم حقك عليا، انا اسف. اللي هو عمله غلط، بس يعني خلاص يا بابا يلا نقوم. ربنا يهدي السلوك. شكرا يا روح. يلا خلي بالك من نفسك. ماشي. يا بت انا بحبك، وانا خدت بالي. انا ماليش غيرك، بس انا بعرف اخويا ان مش كل البنات مش محترمه زي خطيبته. ماشي يا عم، مفيش حاجة. انت المفروض هو هياخدك قدوه ومثل يا غبيه، المفروض تفهمي ده. خلاص ماشي. ماشي. وانا هنبهه اقول له ما تتجوزش عشان نتجوز نكد. لا انا ايه؟ يا عم بهزر. قوم يلا.